لو دايما جواكي خوف من رأي وانتقاد الآخرين وده محجمك ومأثر على حياتك بشكل أو بآخر، يبقى الفيديو ده ليكي. أنا هبة فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسة نادي An Egyptian Girl، وفي الفيديو ده هقولك أسئلة تسأليها لنفسك تساعدك تتغلبي على الخوف ده. 1. مين اللي أنا خايفة من رأيهم وحكمهم عليا، وليه رأيهم مهم ليا وفي حياتي؟ 2. لو أنا مش خايفة من رأي الناس أو حكمهم عليا، كنت هكون بعمل إيه دلوقتي في حياتي؟ تخيلي نفسك عندك 80 سنة وبتبصي على حياتك لورا، إيه بالظبط اللي هيخليها فخورة بيكي؟ وإيه المخاطرات والقرارات اللي لو أخدتيها هتخليها ممتنة ليكي؟ إيه شكل الشخصية اللي نفسك تكونيها دلوقتي وتكوني فخورة وسعيدة لو انتي الشخصية دي؟ واسألي نفسك، هل رأي وأحكام الآخرين هتأثر عليها، ولا هتكون عايشة لدرجة إنها مش لح تسمع آراء وأحكام الآخرين؟ لو أنا صغيرة بقى شايفاني دلوقتي، إيه اللي كان نفسها تعمله ومش عارفة تعمله وكانت مستنياني أوصل للسن ده عشان تكون بتعمله دلوقتي؟ قوليلي أنهي سؤال من دول لمسك بجد. وما تنسيش تتابعي، عشان هنا بنبني سوا الشخصية اللي قادرة تخلق الحياة اللي طول عمرك بتتمنيها. وبس خلاص.